بشاميل لايت صحي لذيذ مشبع وخفيف في نفس الوقت وكمان متكامل الفوائد. عشان النهارده هنستخدمه بالشوفان، وانتوا تقدروا كمان تستخدموا حبه بذره الكتان او حاجات كتيره كاتباها تحت في الديسكريبشن، فانزلوا اقروا كل الكلام بالتفصيل. ويلا بينا نكمل دلوقتي عجينه البشاميل. الشوفان ممكن نحطه بذره كامله او حبايه كامله، وممكن نطحنه، ممكن نشتريه اصلا بودر كده مطحون. بعد كده بنزل عليه بكوبايه ميه، واحده واحده ميه او لبن دافي، وابدا ان انا انزل عليه بمعلقه بيكنج باودر ومعلقه من السكر وربع معلقه من او معلقه صغيره من الملح، وابدا ان انا انزل بتلت كوبايه من الزيت، وبخلط الكلام ده على الهادي. انا هنا فصلتها وحطيت على نص من المقادير اللي انا هحطها في يعني تحت خالص زعتر. الزعتر الاخضر ده حلو جدا يا جماعه، بيتعمل بيه عيش البردقوس كده بيبقى حلو قوي. ان شاء الله هنعمله ده مع بعض، وكمان هنعمل عيش الكريب بتقلوا كده عليا. ويعني حاجات بسيطه قوي بس بتفرق كده في حياه الناس اللي عايزه تحس ان اللايت والهيلثي لايف ستايل مش حاجه ممله. فردت انا بقى من بعد ما طبعا دهنت الصينيه بتاعتي العجينه الخلطه بتاعتنا اللي بالزعتر الاول، وبعدين نزلت بالحشو. هتلاقوني برضو كاتبه لكم كل التفاصيل بتاعت كل طبقه في الديسكريبشن بوكس، وكاتبه لكم هنا برضو على الفيديو اللي بيحب يقرا معايا. هي مشكله نصين زي ما انتم كده شايفين. النص اللي انا قسمته للعشاء حطيت فيه طبعا هنا معلقه الصلصه اللي انا برضو عملت لكم الخلطه بتاعتها تحت، ورشيت عليها كلها موتزاريلا. وبعدين نزلت بالنص التاني اللي ما حطيناش عليه من الخلطه، من عجينه الخلطه الزعتر، وبدات ان انا افردها. وبعدين نزلت بالبشاميل ودهنت فوقيها صلصه، وحطيت موتزاريلا وجبنه قريش وحبه البركه. سبتها بقى في الفرن لمده من 45 ل 60 دقيقه، يعني ساعه، وبعدين سبتها تبرد. وما سبتهاش كتير بصراحه، ورحت مقطعاها وكمان فطرت بيها تاني يوم، وكانت تحفه جدا. لازم تجربوها من هنا ورايح، مش هتشوفوا ان الحاجات دي يعني تتاخد بطريقه تقليديه. هتبداوا تبتكروا، هتبداوا بجد تحبوا ان انتوا تفهموا بعمق العناصر الغذائيه. شوفان، بذرة الكتان، حتى السمسم ليه فوائد تحفه جدا. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا تدخلوا تستمتعوا بالفرجه على بقيه الفيديوهات على القناه.